ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب تكونوا بخير دايما. معلش الفيديو اللي فات واللي قبليه مش شايفه مشاهدات كويسه. الفيديو الاولاني كان مشاهداته عاليه جدا، ما كنتش متخيلها بصراحه. لكن الفيديو ده الاخير واللي قبله مشاهدات ضايعه. يا ريت بس ترفعوا لي الفيديو باي كومنت بلايك اي حاجه يا جماعه، عشان القناه تترفع معايا وتبقى محتواها متشاهد للكل. النهارده بقى حطينا ايه على العلف في اليوم الخامس؟ حطينا بصل على توم، حطينا كركم، حطينا حبه البركه، حطينا عسل، حطينا حاجه بسيطه قوي قرنفل. دولت هنقلبهم على بعض ونحطهم النهارده للكتاكيت بتاعتنا سن عمر 5 ايام. وان شاء الله زي ما بندعي دايما تكمل دورتنا على خير يا رب باذن الله. هبدا اهوت اعمل الحاجات دي، اقلبها على بعض. هبدا اقلبها على بعض وارجع لكم تاني. قلبتها اهو، خليت الحب كله اهو، كل حاجه الاضافات كلها دخلت في العلف كله. النهارده معانا ايه؟ معانا ده اهو، نيوسين بلس، نيوسين بلس 15 اهو، معلقه صغيره على 2 لتر، معلقه صغيره على 2 لتر. ده اللي اداهوني البيطري، وهو النوع اللي وريتهولكم. ده بحطه بالليل والتاني بحطه الصبح. ده هو بحطه بالليل والتاني بحطه الصبح. ماشي، هحط منه دلوقتي عشان انا السقايه بتاعتي نص بتاع ده لتر واحد، هحط نص معلقه صغيره. انا هحط نص معلقه بس على الميه بتاعتي. والنهارده شفنا الخلطه اللي حطيناها على العلف، وان شاء الله هنشوف كتاكيتنا النهارده عامله ازاي. ده التاني اهو، معلقه صغيره برضو على 2. ده بحطه الصبح والتاني بحطه بالليل، او العكس على فكره مفيش مشكله. ممكن ده الصبح وده بالليل، ده بالليل وده الصبح، مفيش مشكله. تمام. هحط لهم بقى، نفتح عليهم ونشوف النهارده هنرش لهم شويه تبن، اعلي الفرشه شويه ونشوف دنيتهم ايه. تعالوا معايا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله اكبر، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هزود الفرشه واحط العلف. هم شكلهم جعانين جدا. اول حاجه هعملها هزود الفرشه الاول وارجع لكم. غيرت لهم الفرشه اهو، مش غيرتها زودتها. جعانين شوفوا اهو. بمجرد ما احط لهم العلف كمان ريحته مخلياهم عايزين ياكلوا. يعني ريحته بتفتح نفسهم اصلا، بتفتح شهيتهم اهو. ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هحط لهم بقى العلف، بلاش نعذبهم اكتر من كده. نحط لهم العلف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مش صابرين خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا لسه ما شلتش العلفه دي هتقعد معاهم ايه لما يكملوا اسبوع. الرحيم اهو. ما شاء الله، اللهم بارك. احنا امبارح وزننا طبعا، انا لسه ما حطيتش الميه، هم كلوا. انا لسه ما حطيتش الميه، حبيت ان هم ياكلوا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. العلف هيفتح نفسهم على الاكل. ما شاء الله، اللهم بارك. الكتكوت ريشه بقى عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اهو. ما شاء الله، اوزانه حلوه. اللهم صل على النبي، الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هدخلهم الميه واوريه لكم ثواني.
احسن ميه يشربوها وهم عطشانين قوي وياخدوا العلاج. احسن حاجه، احسن علاج ياخدوه هم عطشانين، يكونوا عطشانين قوي، وتحط لهم الادويه اللي انت هتحطيها، تحصينه بقى لا قدر الله لو عندهم اي برد اي عطس اي حاجه، وجايبه لهم ادويه لا قدر الله. انا عندي العطسه والحاجات دي بعمل اعشاب. اللي عنده اي حاجه يقول لي. ملهوفين على الميه ازاي اهو. اللهم بارك. هنقول النهارده حاطين ايه على العلف. حاطين عسل، كركم، حبه البركه، قرنفل، القرنفل مطحون. كل الحاجات دي انا حطاها، بصل وثوم، كل الحاجات دي انا حطاها النهارده على العلف. ان شاء الله لسه هنحط بنجر، هنحط سمسم، هنحط خميره، هنحط جنزبيل. ممكن كنت احط جنزبيل النهارده بس ما كانش متاح عندي. كذا عشبه بنحطها طول الشتاء، حاجات بتدفيهم بتقويهم، بتقوي المناعه عندهم، بتخليهم ما شاء الله حيوتهم مرفوعه جدا ما شاء الله اللهم بارك، بتخليهم زي الفل بسم الله ما شاء الله. تخلي دايما الكتاكيت مصحصحه معاكي واكلين، تخلي دايما الكتكوت واكل معاكي. انت حتى لو جيتي مثلا لقيتي الكتاكيت نايمه وخمول كده، خبطي لهم على المكان اللي هم نايمين فيه يقوموا يصحصحوا. انا عارفه ان العلفه والسقا دول قليلين عليهم، بس انا مش حابه اكتر المكان، هيبقى ضيق عشان ما يبقاش سقع عليهم برضو. انا هعوز اكبر المكان واكتر الادوات معايا. فانا دلوقتي لسه محضناهم، وان شاء الله باذن الله لما اجي انقلهم هوريكم العشه اللي انا هنقلهم فيها وهيبقوا عاملين ازاي باذن الله، وهيبقى المكان اوسع من كده بكتير ان شاء الله. هما كده بيجروا على الميه، انا مبسوطه ان هما بيجروا على الميه وهي فيها الدواء او فيها التحصين ما شاء الله اللهم بارك. وان شاء الله دورتنا تكمل على خير زي ما بنقول دايما، ودورتكم يا رب. وباذن الله كل اللي لسه ما جابش معانا فرصه. النهارده كنت سامعه ان الكتكوت هينزل، انا امبارح بالليل سمعت انه نزل، بس النهارده قرات في البورصه انه عامل 34، من 25 ل 34. انا بجيب السوبر يا جماعه. فان شاء الله على خير، دورتنا تكمل على خير يا رب اللهم امين. ما تنسوش تحطوا اللايك، تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله دورتنا تكمل على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مع السلامه.